السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. إيمان خليف، الله يوفقها إن شاء الله. والله ماذا بينا تفرحنا وتجيب ميداليات تشرف الجزائر. وكما على بالكم القصة به ما نظلوش نطولوا فيها. فازت على هذا الإيطالية في 46 ثانية، والعالم ما تقبلهاش، تعاطفوا مع الإيطالية، قال لك زعما الجزائرية ربحتها، هذه الجزائرية عندها هرمونات وكلام تافه. ودير حسابك الرياضة قبل ما تدخل لهذا السباق هذا عندك فحوصات طبية، عندك تحقيق تاع المخدرات إلى آخره. كما على بالكم العالم متعاطف مع الإيطالية بسبب العرق وبسبب الهوية وبسبب الدين وأشياء كثير. لو كانت هذه الجزائرية إيمان خليف، الله يفرحها إن شاء الله وتفرحنا معاها، كانت فرنسية ولا كانت أمريكية، والله ما تشوف هذا التعاطف مع هذا الإيطالية. بصح انا مانيش جاي نقول لكم هذا الهضره، انينا اللي خالعني هذا العميل تاع المخزن اللي على بالك تعرفوه. شوفوا التغريده كي دايره كاتبها، صوره مشينه وغير انسانيه. ركز شوف التغريده اللي كاتبها كي دايره، صوره مشينه وغير انسانيه، وما تعرضت له الرياضيه الايطاليه غير مقبول ان تتعرض له اي امراه تمارس الرياضه فلو كانت جزائريه. شوف زعمك متعاطف معاك هذا الإيطالية ضد بنت بلاده، ونكون غير بالحق بالظلم. داك نقول لكم على الظلم. هاي التغريدة كيما راكم تشوفوا فيها. شوف شارك كاتب على بنت بلاده، يشوه في الصورة زعما كهداده. المهم الجزائر ملي ما تكونش كاينة حاجة تشرف الجزائر، ودير حسابك هذا يقول على الجزائر مزبلة، بتكون تعرف هذا الهضرة. المهم احنا هاد الناس نعرفوا العرق تاعهم من جاو، نهار اللي احتلتنا فرنسا. غير ما نبغيش نقول لكم واحد الهضاري باه ما نطيحش بقيمه بلادنا، وخاطش انا نعرف اسرار تاع الجزائر، ونعرف شكاين في الارشيف الفرنسي، ونعرف بنكاوي ولاد فرنسا والى اخره. شيء ما نبغيش نهضر الهضاري خاطش كاين ناس تجرحهم هذا الهضره. على كل حال احنا ما نروحوش لهذا الطريق الهضره. شوف التغريده كاتب على بنت بلاده باللي امر ما يشرفش وغير انساني. هي المفروض كاع نوقفوا مع بنت بلادنا. واصلا هذا الرياضه تاع البوكس اللي هي رياضه فيها عنف، اصلا المراه فيها الانوثه بزاف ما تلعبهاش. لازم هذا الرياضه تلعبها لازم يكون عندك شويه ذكوره زياده، لو كان غير بنسبه قليله. خاطش اصلا هذه اللعبه هذه اي امراه ما تلعبهاش، فيها الانوثه بزاف، او فيها انوثه او امراه طبيعيه 100%، ما تلعبش هذه اللعبه. لازم تكون فيها الذكوره الى حد ما، لان هذه اللعبه اصلا محتاجه عنف ومحتاجه قوه. جاك تهدر انت على الهرمونات وتهدر على الوسمها، هدا سكاره في الجزائر. المهم الجزائر ما تفرحش. بالتوفيق ان شاء الله ايمان، والله يوفقك ان شاء الله. واي جزائري يلعب باسم الاعلام تاع الجزائر ولا يمثل الجزائر في اي مجال، ربي يوفقه ان شاء الله، لان اللي يشرف ايمان يشرف الجزائريين، وراي ترفع في اعلام بلادك، وها هو الاعلام تاع الجزائر في المحافل الدوليه، ويسقط الخونه والعملاء. ونتهلاو في رواحكم حبايبي.